مساء الخير. مرحبا لكل الإخوة والأخوات. نحن الآن في المباشر في صفحة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث التربوية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والتي ينظمها الائتلاف والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وكذلك مجموعة من الفعاليات الجمعوية، مدارات الثقافة والفنون، وكذلك جمعية أجيال الصاعدة للتربية. بالنسبة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، هو عشاق اللغة العربية وكذلك والناطقين بها في مختلف بقاع الدنيا. هذه اللغة الجميلة التي يحتفل بها العالم في يوم 18 من شهر دجنبر من كل سنة، وهو يوم عالمي أصدرت فيه الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 3190 سنة 1973، تم الإقرار بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة. جئت سعداء أن نقدم لكم هذه الندوة التي أنا جد سعيد أن يشاركني فيها جل من الأساتذة والدكاترة، من بينهم الدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي سيشرفنا بمداخلة تحمل السياسات اللغوية بالمغرب، ملاحظات وتصورات. كذلك يحضر معي الأستاذ حسن شويري، وهو طالب باحث في اللسانيات، وسوف تكون له ورقة تحت عنوان اللسانيات ورهانات العلمية. كذلك في انتظار التحاق معنا الدكتور الأستاذ عدنان بن صالح، الذي ننتظر ضيوفي معنا في هذه الندوة. حتى لا أطيل عليكم، سأترك الكلمة للدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، من أجل مداخلته الأولى، والتي كما قلت عنوانها بالسياسات اللغوية بالمغرب، ملاحظات وتصورات. أستاذي دكتور محمد بوعلي، تفضل مشكورا. فؤاد بوعلي، شكرا. أسعد الله مساءكم. الصوت أعتقد الصوت واضح. الصوت واضح دكتور. طيب، أسعد الله مساءكم. السلام عليكم. شكرا للإخوان في المرصد وفي جمعية أجيال وفي مدارات. شكرا لجميع الإخوان على هذه الفرصة التي أتيحت لنا للتداول في قضية اللغة العربية وقضية السؤال اللغوي على الصعيد الوطني. أنتم تعرفون أننا نخلد الآن اليوم العالمي للغة العربية. هذا اليوم هو مناسبة، كما نقول دائما، هي مناسبة للاحتفاء باللغة العربية وبقيمة اللغة العربية عالميا ودوليا وعربيا. هو في نفس الوقت يوم لمساءلة الذات الوطنية والذات المغربية حول ما قدمته لهذه اللغة وأهمية هذه اللغة داخل الذات الوطنية. صحيح، الصعيد التاريخي ومن خلال قراءتنا المجمل المعطيات التاريخية والوثائق التاريخية، هناك حقيقة جلية، هي أن المغاربة اعتبروا اللغة العربية هي جزءا من مشتركهم الجمعي، جزءا من هويتهم الوطنية، جزءا من ثوابتهم الوطنية التي توافقوا عليها، إضافة إلى الثابت الديني والثابت السياسي والثابت الترابي. هناك الثابت اللغوي اللي هو اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، ليست الترسيم القانوني فقط أو الترسيم في الوثائق القانونية، وإنما هو الترسيم كذلك في الخطابات الرسمية، في الآداب، في العلوم، في غيرها من المعارف. هذه فرصة كذلك للتداول. أنا سأحاول من خلال هذه الورقة التي أحبذ أن نشارك فيها الإخوان والتواصل فيها مع الإخوان والمطارحة والتطارح فيما تتناوله، أن نتناول مفهوم السياسة اللغوية. مفهوم السياسة اللغوية من خلال مجموعة من العناصر. سأحاول أن أحترم الوقت
المسموح به، وأتناول في هذه القضية ثلاثة محاور. أولا، المحور الأول هو محور نظري يتعلق بمفهوم السياسة اللغوية على الصعيد العالمي، وكما تناولته الأدبيات اللغوية واللسانية. ثم نتناول في المحور الثاني الدستور الجديد وترسيم التعدد اللغوي. وفي المحور الثالث السؤال المعلق الذي نعتبره جوهر هذا النقاش، اللي هو مفهوم السياسة اللغوية في المغرب وكما تتداول بعد الدستورة وقبل الدستورة. ففي كثير من الأحيان نسم الوضع اللغوي كما تعرفون بأنه وضع فوضوي تتنازعه الانتماءات والولاءات والتعبيرات الإيديولوجية، وأن الدولة طيلة وجودها المؤسساتي كانت خارجة أو عاشت طيلة هذا الوجود خارج التدبير السياسي للغة. والواقع أنه من الناحية المنطقية ومن الناحية العلمية أن العلاقة بين عنصري المركب السياسة واللغة تجعلنا نقول بأنه لا يمكن تصور وجود جماعة بشرية دون تدبير لغوي معين. فمنذ صباح التاريخ كما يقال بدأ الإنسان يدون لمن بعده. كانت اللغة أداة أساسية من أدوات السياسة، بمعنى أن العلاقة بين اللغة والسياسة علاقة جدلية لا ترتبط بالدولة، لا ترتبط بالمؤسسات بقدر ما ترتبط بوجود الإنسان. فاللغة كانت على مر التاريخ آلية لفرض السياسات العمومية وبجال السلطة، لدرجة أن رولان بارت كان يقول: ما إن ينطق باللغة حتى وإن ظلت مجرد همهمة حتى تصبح في خدمة سلطة بعينها. لذا عمدت الأنظمة والدول منذ فجر التاريخ إلى صياغة تداول اللغات وفق سياسات ورؤى معينة. وعادة يميز البعض بين السياسات اللغوية الصريحة وبين السياسات اللغوية المضمرة. في الحالة المغربية يجد السؤال عن معالم السياسة اللغوية شرعيته من خلال قراءة الوضع منذ الاستقلال الآن. ولذلك نطرح الأسئلة الاستشكالية: هل وعت السلطة أهمية اللغة في بناء الدولة الحديثة؟ إلى أي مدى نجحت في الانتصار للغة الرسمية وإحلالها في المجالات العلمية والتربوية والفضاء العام؟ وهل استطاع هذا التغيير الدستوري لسنة 2011 التبشير بباراديغم لغوي مغربي متميز؟ من الناحية الاصطلاحية، مصطلح السياسة اللغوية يطلق أو رافق وواكب مجموعة من الاصطلاحات المتقاربة، خاصة عندما نتحدث عن اصطلاح التخطيط اللغوي والتهيئة اللغوية. مفهوم السياسة اللغوية في عمقه هو مفهوم إشكالي، ولذلك وهذا ما يبرر غياب الإحالة عليه، خصوصا في الأدبيات العربية التي كانت حتى وقت قريب تعيش تناغما لغويا اختياريا أو قهريا. فاستعمال الاصطلاح ارتبط بمحاولات التدبير السياسي للغات، وهنا ليس للغة وإنما للغات المجتمع من وجهة نظر حقوق الأقليات ووظائف الفضاءات اللسانية المختلفة. أنتم تعرفون بأن استعمال المفهوم كان قاصرا بالخصوص على مجتمعات التقاطب اللساني والتجاذب اللساني، حيث اللغة هي مؤشر الاختلاف وليس الاتفاق. لذلك كانت القرارات المتخذة جلها في مسألة التهيئة اللغوية هو حل هذه المشاكل التي تخلقها وجود أكثر من لغة في نفس الإقليم. وبعبارة أخرى، إن وجود المنافسة اللغوية وبشكل أدق الوعي بهذه المنافسة هو الذي يخلق تدخل سياسي، بمعنى أن علاقة السياسة باللغة منحصرة عندما تكون أكثر من لغة. لذلك فالمقصود بالسياسة باللغوية في العادة هو حل إشكالات متعلقة بالتداول اللغوي، وهو ما يؤكده العديد من الدارسين مثل هوغان، مثل جون كالفي، الذين يقولون أن الحاجة إلى التخطيط اللغوي أو تظهر الحاجة إلى التخطيط اللغوي كلما ظهرت مشاكل في اللغة، وعندما نلاحظ أن اللغة ما لسبب ما صارت غير وافية بالغرض المطلوب منها، عندها يفسح المجال أمام برنامج تخطيط لغوي. طيب، هذا من ناحية
المفهومية أو من الناحية الاصطلاحية. بطبيعة الحال أنا لا أريد أن أدخلكم في المفاهيم التهيئة اللغوية والتخطيط اللغوي والاختلاف بينهما من الناحية النظرية والناحية اللسانية واللغة، وإن كنا في الواقع نحن في حضن مركز دراسي ومركز تربوي، لكن حتى لا أطيل في النقاش أو في التفاصيل النظرية، نقول بأنه لا مناص من أن تكون اللغة شأن من شؤون الدولة لتدبيرها والإشراف عليها، بدل أن يكون شأنا مجتمعيا، بمعنى أن تدخل الدولة أساسي في ترقية أي لغة وفي الحفاظ عليها، ومن هنا يدخل مفهوم السياسة اللغوية، ويتم إعداد سياسة لغوية معينة انطلاقا من مسار ثلاثي المستويات والأبعاد. المستوى الأول هو مستوى الدستوري، حيث تمنح فيه اللغات الموجودة وضعها القانوني، إما لغة رسمية، لغة وطنية، لغة جهوية، لغة تعليم أو غير ذلك. مسار مؤسساتي، حيث تؤطر اللغات المرسمة بنصوص قانونية وموارد ملائمة. ومسار إجرائي من خلال القيام بمجموعة التدابير الملموسة على مستوى التخطيط، قصد تثمين اللغات المشروعة كالمعيارة والتوحيد والتعليم وغير ذلك. هذا من الناحية النظرية، من حيث المسألة النظرية أو التعريف اللساني لقضية اللغة. وعادة تفترض الإجراء تخطيطا لغويا على غير التخطيط الاقتصادي الاجتماعي، من حيث إنه فعل واعي له أهداف محددة ويبتغي الوصول إلى مجموعة من تدابير الوسائل المعينة. لذا يستوجب في كل تخطيط أن يستحضر الرؤية الاستراتيجية للأوضاع الثقافية والاجتماعية ولمطلب الانسجام مع السياسة العامة للدولة، حتى لا يحدث التنافر بين خيارات الدولة وضغوط الواقع. والحالة الهندية بالخصوص تقدم لنا نموذجا لهذا التنافر الحاصل بين الواقع والخيارات الحكومية. من حيث الخيار، إن صح التعبير، الخيار الحكومي، نجد أن الممارسة تحظى فيه اللغة الإنجليزية، وفي هذا الواقع الهندي تحظى اللغة الإنجليزية بالقبول كلغة ثقافية بالقيم والمعايير والطموحات الحديثة، لكنها تقابل بالرفض من ناحية السياسة المتبعة لفرضها لغة السيادة الثقافية والتشويه الثقافي. عادة نفس النموذج الجنوب افريقي نطرحه في هذا المثال، اي التصادم بين النصوص القانونيه وبين الواقع الذي يفرض اللغه الاجنبيه او اللغه الاستعماريه كما يقال. من ناحية انتقل بصورة، لذا فإن الربط بين الاختيار السياسي والواقع ينبغي أن يتم عبر تخطيط لغوي واضح وقابل للتنفيذ والإجراء. النموذج الهندي والنموذج الجنوب إفريقي فيه واقع معين تفرضه أو فيه هيمنة لقوة اللغة، لغة الاستعمار أو اللغة الإنجليزية في الحالة الهندية وفي الحالة الجنوب إفريقية، وفيه نصوص قانونية في ترسيم أكثر من لغة، بمعنى تعرفون أن الهند 7 لغات و7 لغات والجنوب إفريقيا 11 لغة. طيب، ننتقل إلى المغرب. بلورت العلاقة المشكلة للسؤال اللغوي في المغرب بين لغة رسمية ولغات ولهجات تناضل من أجل إزاحتها عن النص الدستوري واقعا لسانيا موسوما بالضبابية وعدم الوضوح، بمعنى لا نتحدث عن غياب سياسة لغوية، بل نتحدث عن ضبابية وعدم وضوح. منذ الاستقلال كانت المسألة اللغوية عنصرا رئيسا في تشكيل الوعي الوطني والانتماء الحضاري والتحرر من مربقة الاستعمار الأجنبي، كما تحيل على ذلك أدبية الحركة الوطنية ورجال المقاومة والقوانين التأسيسية للأحزاب المختلفة. لكن الجديد في النقاش الحالي، خصوصا ما بعد الدستور والذي تطور مع الحراك السياسي الذي عرفه العالم العربي، هو جعله من اللغة عنصرا للصفاف السياسي ومحطة تجاذب بين الأطياف الفكرية والإيديولوجية المشكلة المجتمع المغربي. وإذا كان الوضع اللغوي بالمغرب وضعا تعدديا تحتل فيه العربية والأمازيغية الصدارة، فإن الواقع يشهد منذ الاستقلال السياسي تعددية مجحفة تبرز في الإعلام والإدارة والتعليم العام من خلال سيطرة شبه مطلقة للفرنسية باعتبارها
لغة تداول أساسية، لأن الفئة المتحكمة في جهاز الدولة كما يقول جرانيوم هي فئة مفرنسة في أغلبيتها. هذه الصورة تدفعنا إلى القول بغياب رؤية استراتيجية للمسألة لدى الفاعل السياسي المغربي، وعدم الوعي بجوهريتها في الانتماء الوطني والحضاري للإنسان المغربي. ولذا تميز تعامل الدولة مع اللغة الرسمية بالإصرار على واقع التناقض. هي نفس الحالة التي تحدثنا عنها في البداية من الناحية النظرية، وأعطينا النموذج الهندي. هذا التناقض ما بين النصوص القانون المؤكدة على رسمية العربية منذ أول دستور، وعندما نتحدث عن أول دستور لا نتحدث فقط عن دستور 61، وإنما نتحدث عن حتى المحاولة الدستورية التي كانت مع مولاي عبد الحفيظ، لأن تعرفون أن بعض معارضي التعريب يقولون بأن فرض اللغة العربية كان مع الحركة الوطنية، والواقع أن هناك تجربة أو هناك دستور أو النموذج الدستوري المشروع الدستوري الذي وضعه مولاي عبد الحفيظ في 1908، وكان من بين النقاط الأساسية فيه هي شرطية اللغة العربية في الوظائف العامة وفي الترقية وفي مجموعة من الأمور، بمعنى أن أصول اللغة العربية في المشترك الجمعي المغربي حاضرة منذ زمن طويل، منذ دخول العربية إلى الفضاء الثقافي المغربي. إذن هناك نصوص قانونية مؤكدة على رسمية اللغة، هناك واقع عملي مشرع لسيطرة لغة المستعمر قانونيا وتربويا. على الصعيد القانوني أو على المستوى القانوني، أنتم تعرفون أن المشرع صاغ هذا التوافق الذي تحدثنا حوله، صاغه بالتأكيد على رسميتها الدستورية منذ البداية، سواء في الدساتير الأولى أو في المشروع الذي تحدثنا عنه، بل أن رمزية اللغة العربية وقوتها الوجودية بالمغرب لا علاقة له بالحركة الوطنية وبسياسة التعريب كما قلنا قبل. لكن الواقع أن النص الدستوري بالرغم من هذا النص لم يمكن للعربية شروط اللغة الرسمية التي يقصد بها عادة في الأدبيات القانونية اللغة التي يشير إليها الدستور وتنظمها القوانين داخل دولة أو ولاية أو إمارة أو منظمة كيفما كان نوعها، وتفرض في جميع المجالات الرسمية للدولة من قبل مؤسسات الحكومة والإدارة والشأن العام. هذا تعريف اليونسكو للغة الرسمية، هذا هو التعريف ديال اليونسكو للغة الرسمية. لكن هذا التناقض الموجود في المغرب يتمثل في مظهرين. أولا، أنا أتحدث فقط هنا عن اللغة العربية. أول، غياب الحماية القانونية للغة العربية، حيث تتعامل السلطة عادة بنوع من التجاهل واللامبالاة بل والتسامح مع أقصى العربية. ولهذا شهدنا مجموعة من الخرجات لبعض السياسيين والصحفيين التي تتطاول على اللغة العربية وتعتبرها، بعضهم اعتبرها لغة استعمار، بعضهم اعتبرها لغة غير وطنية، بعضهم اعتبرها لغة غير ديمقراطية وهكذا ذلك، بمعنى أن العربية غدت هي محور الهجمات المعلنة، والدولة غائبة كل الغياب عن حماية لغتها وحماية لغة رسمية ونص رسمي. ثانيا، عدم الإجراءات التشريعية لرسمية اللغة العربية، بمعنى أنه بالرغم من أن اللغة العربية إطار لا قانون يمكنه قانون تنظيمي يمكنه أن يحدد آلية التنزيل، وكانت هناك مجموعة من دكتور الصوت مشى. دكتور فؤاد، الصوت مشى. مشكل الشبكة يمكن. كتسمع سي حسن؟ كتسمعني؟ هو النهوض بالعربية لغة للتدريس والتوحيد المعرفي، لأن
لماذا؟ لأن الاستعمار الفرنسي أسس وجوده بالخصوص على نقطة أساسية، ألا وهي استئصال الوجود العربي من المغرب، حيث نشر تعرفون عن الجنرال ليوطي ودوريته المشهورة سنة 1921. على فكرة هذا الجنرال ليوطي هو الذي أصبح الآن ويقدم لنا الآن في مجموعة من الأدبيات الإعلامية على أنه كان رمز الحداثة وكان رمز العصرنة، في إطار ما محاولة لتلميع صورة الاستعمار الفرنسي بعد تغيير بوصلة الهوية الوطنية. هذا الأمر أدى بالحركة الوطنية للانشغال بمقاومة هذا الواقع الاستعماري الذي أهم سمة من سماته هي التشظي، حيث هناك مجموعة من الأنواع المدارس العربية الإسرائيلية البربرية الفرنسية، وهم منظري الحركة الوطنية كما تعرفون هو بعث الوحدة داخل الذات المغربية من خلال جعل لغة التدريس هي العربية. وقال على الفاسي رحمه الله: لأن الأمة التي تتعلم كلها بلغة غير لغتها لا يمكن أن تفكر إلا بفكر أجنبي عنها. لذلك هذا من ناحية أصول الحركة الوطنية. دولة الاستقلال تمثلت هذا الأمر أو تمثلت هذا المبدأ من خلال إقرار التعريف في مجموعة من المشاريع التعليمية منذ غداة الاستقلال، مؤكد من خلال والتأكيد على ضرورة اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس، واعتبر مبدأ التعريب أحد الأعمدة الأربعة التي قام على إصلاح التعليم في المغرب، إضافة إلى التوحيد والتعميم والمغرب. لكن الازدواجية ستظهر في أول خطوة تطبيقية، بحيث مع اللجنة الملكية لإصلاح التعليم في سنة 1958 بتدريس العلوم باللغة الفرنسية، مما سيخلق لدى التلميذ المغربي ازدواجية بين فضائين معرفيين. وهذا الازدواجية استمرت طيلة التعليم، وبمعنى الأزمات بدأت منذ بداية هذه الازدواجية، بمعنى أنه عندما نتحدث عن الأزمة ديال التعليم الآن فإننا نتحدث عن أزمة بدأت منذ التراجع عن مسار التعريب وبدء مخططات اللجان المستحدثة والسيطرة شبه مطلقة للتعليم بالفرنسية باعتبارها لغة تدريس للعلوم. هذا الأمر، هذا الواقع لن يتغير كثيرا بعد الدستور. أنتم تعرفون أن الدستور الجديد تحدث عن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية الاستعمار، وكله كلام، يعني كله نص قانوني دون تنزيله في الواقع الهوياتي وفي الواقع العملي للمغاربة. لكن كما نقول بأن الدستور بني على التوازنات، والمقصود بالتوازنات هو أن النص الدستوري أتى بشكل أو أتت صياغته بشكل يمكن للمدافعين عن العربية أن يجدوا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعمل على الدولة على حمايتها وتطوير. المنافحون عن الأمازيغية سيجدون الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة. الهويات السبع، بل أن هذا الدستور حاول إرضاء الجميع حتى الذين لم يشاركوا مباشرة في النقاش مثل اليهود والأندلسيين، حيث حينما اعترف بالبعدين العبري والأندلسي في هوية المغاربة. يبقى السؤال المعلق، أتمنى أن أكون قد تجاوزت الوقت المحدد. يبقى السؤال المعلق والذي نحاول أن نجيب عنه: ما هي آليات تنزيل هذه السياسة اللغوية وهذا النص الدستوري، وكيف الخروج من هذه الفوضى اللغوية التي تحدثنا عنها؟ بطبيعة الحال الاختيار اللغوي ليس اختيارا عاديا عرضيا وتدبيرا ظرفيا لتنازع اللغات داخل فضاء التداول، لأن السياسة اللغوية ينبغي، وهنا أسطر على هذه النقطة بالخصوص، أن تكون جزء من رؤية استراتيجية. والمقصود بالرؤية الاستراتيجية هي أن تكون لنا رؤية ثقافية، رؤية حضارية. اللغة
ليست مجرد آلية للتواصل. اللغة هي أكبر من ذلك. اللغة هي منظومة قيمية. اللغة هي الوجود كما يقول هايديغر. اللغة هي الفكر كما يقول الفلاسفة الألمان. بمعنى أنك إذا أردت أن تخطط للغتك الوطنية ولغة الهوية، ينبغي أن يكون هذا المخطط ضمن هذا الرؤية الاستراتيجية. وهذا مع الأسف هو ما يغيب عند الفاعل السياسي. وعندما نتحدث عن الفاعل السياسي، سواء النخبة السياسية أو السلطة، فالانشغال بالتدبير اليومي وتفاصيل الإدارة التقنية تفقد المدبر للشأن العام قدرته على الارتفاع والنظر إلى المسألة بعيون استراتيجية تفكك الواقع لتفهم وتؤطر له مداخل البناء وتقرأ مستقبل العلاقات والأحداث. وكما قال الجنرال لوال: إن مراقبة المبادئ ومعرفتها أهم، لا يكفي دائما للحصول على النصر، ولكنها تخفف من وقع الهزيمة. لذلك فإن أي سياسة لغوية لا تنطلق من رؤية استراتيجية ستظل قاصرة عن حل مشكلة الفوضى الهوياتية التي تنخر المجتمع. فالسؤال اللغوي يطرح في إطار أطر مرجعية انطلاقا من إشكالات الذات والمستقبل والحاجة الحضارية. لذلك فأسئلة متعددة ينبغي أن يجاب عنها قبل الشروع في بناء باراديغم لغوي خاص بنا. ما دام النسيج المجتمعي المغربي خاص لا يمثل أي نسيج آخر، وهو ما ألححنا عليه حين محاولة استنساخ التجارب الدولية في تدبير الشأن اللغوي. بمعنى أنه عادة عندما كنا نناقش التعدد اللغوي داخل الدستور، دائما تطرح لنا نماذج، تارة النموذج الهندي، تارة النموذج البلجيكي، تارة النموذج الإسباني، الجنوب إفريقي، وهكذا دوالي. وإحنا دائما كنا نقول بأن التعدد اللغوي الموجود في المغرب لا يشبه أي تعدد آخر، بمعنى أن اللغات الموجودة داخل هذه الدول هي أو اللغات الرسمية هي تعبير عن هويات إقليمية أو هويات ترابية. لكن إذا كنا نطالب بعدم استنساخ التجارب الموجودة على الصعيد العالمي، هذا لا ينفي بأن ينبغي أن نتعامل مع التعدد الموجود انطلاقا من المبادئ أو المبادئ الثاوية وراء كل اختيار لغوي. وأهم هذه المبادئ المؤسسة هي مبدأ الوحدة، المواطنة أو الهوية والتنمية والسيادة الوطنية. النماذج المختلفة مثل نموذج المركزية اللسانية كما هو موجود في إسبانيا، الاستقلالية الجهوية بلجيكا، نموذج التماهي المجالي بين اللغة والأرض. لا أريد أن أفصل في هذه النماذج لأن ربما قد يأتي في النقاش الحديث عنها. تتأسس على نفس المبادئ. المبدأ الأول هو الذي قلنا، هو سؤال الوحدة. يفترض أن يكون التدبير اللغوي أو السياسة اللغوية محافظة على لحمة المجتمع من خلال تجنيب كل مخاطر عناصر المواجهة الهوياتية. فالسياسة اللغوية مفترضة هي جواب مبدئي عن صور الانسجام داخل التشرذم الهوياتي الحاصل. لذا فإن كانت الأمازيغية رصيدا هوياتيا وعنصرا من عناصر الذاكرة، فإن العربية هي لغتنا الجامعة وبوابتنا نحو العالمية ومجتمع المعرفة كما أكدت وتؤكد التقارير الأممية متناسلة، وكان آخرها هو تقرير سنة 2019 الذي تحدث عن مجتمع المعرفة في العالم العربي. سؤال الهوية هو عادة التدبير المفترض هو الذي يضمن الحفاظ على الهوية في تنوعها وتعدديتها، بمعنى أنه لا ينبغي أن ننغلق داخل هويتنا كما لا ينبغي أن ننفي هذه التعددية. فهذه التعددية هي جزء من الغنى، والانغلاق على الهوية هو غالبا ما يكون ملاذا وملجأ عندما تتعطر معايير الانتماء وتتوتر آلية الإدماج والانصهار داخل الوطن الواحد. لكن الهوية هي مستويات وينبغي التعامل معها على هذا الأساس. وعادة الهوية العربية الإسلامية كانت دائما صمام أمان هذا التعدد الذاتي الذي عايش وتعايش داخل. سؤال المواطنة هو البحث عن الانسجام الهوياتي داخل إطار المواطنة.
بعيدا عن مفهوم المواطنة الذي يستحضره في الأدبية الرسمية بمنطق الخدمة الاجتماعية والخضوع للواجبات القانونية، بمعنى أن الوطنية تتجلى فقط عندما نتحدث عن هذه الأمور، لكن حيث وهي عادة فيها يغيب المواطن لصالح الوطن. المفهوم يعني كذلك الانتماء للوطن، الحفاظ على مقدراته ودائرة مصالحه الخاصة والاستراتيجية ومشترك الجمعي سياسيا هويتيا وحضاريا، وبكل بساطة عدم تضخيم البعد الهويتي على حساب الانتماء الوطني. سؤال التنمية يحدد مجال التداول اللغوي، فولوج مجتمع المعرفة المأمول لا يتم إلا من خلال 3 سبل كما قال التقرير الأخير وكل التقارير تقريبا التي أنتجتها الأمم المتحدة: تعليم راشد منتج وجيد، تقنيات معلوماتية راقية، إبداع علمي غازي. هي في هذا الإطار تطلع اللغة الوطنية بوظيفة محورية. لذلك الأبحاث تؤكد أن أساس التنمية يقوم على تعميم الثقافة العلمية والتقنية بين شرائح المجتمع كافة، ولا يتم هذا إلا باللغة الوطنية. أما إذا استخدمت لغة أجنبية فإن المعرفة تبقى مقتصرة على نخبة صغيرة وتؤدي زيادة على التخلف إلى طبقية فجة في المجتمع. لذلك مركز الدراسات في وجدة أجرى دراسة إحصائية للغات تدريس المستعملة على الصعيد العالمي، ووصل إلى أنه ليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس باللغة أجنبية. فكل الدول المتقدمة، لا نتحدث عن الدول المتخلفة، فكل الدول المتقدمة تستعمل اللغة الرسمية. أما الدول التي تدرس بلغة المستعمر فنعرف كيف أو يوجد بها تعليم مزدوج، فواقع الاقتصادي يشهد أنها ليست من الدول المتقدمة. سؤال الاستراتيجية أن كل اختيار لغوي له أبعاده الاستراتيجية، بمعنى أن عندما أختار اللغة أي لغة فإن لها بعدا استراتيجيا. مثلا اختيار الفرنسية على سبيل المثال يعني الانتماء إلى فضاء ثقافي، ارتباط جيوستراتيجي بالعالم الفرنكوفوني. إذن فدوائر الانتماء تحددها اللغة بما تحمله من قيم ثقافية وأبعاد حضارية. إذن فالاستراتيجية اللغوية التي نتحدث عنها ينبغي أن تستحضر العمق الحضاري الذي شكلته اللغة العربية عبر تراكم تاريخي ونفوذ سياسي، والبقاء في نقاش الهوية. نقاش الهوية ما هو نتاج لأزمة الثقة في الذات والانسياق مع مجرى نهر التاريخ كما يقال دون تحديد الوجهة ومقومات السير. وبقي السؤال الأخير، وهذا هو الذي يهمني بشكل كبير، لأنه هو الذي زيادة على هذه الأسئلة المبدئية والمفصلية في تحديد السياسة اللغوية. هناك سؤال آخر وأخير اللي هو سؤال الوظيفة. أنا أتصور بأن وظيفة أو دور الدولة ودور المؤسسات الدولة هي أن تسهر على جدولة وظيفية لكل اللغات. نحن لسنا ضد اللغات الأجنبية، لسنا ضد اللغات الوطنية الأخرى، لسنا حتى ضد اللهجات، لكن كل لغة وكل لهجة ينبغي أن تكون داخل جدولة وظيفية. لذلك في الدول المتقدمة صهرت مختلف المؤسسات المستحدثة للتدبير التعدد اللغوي، مثل في جنوب افريقيا ولا في الهند ولا في الدول الاوروبيه في كندا، على تقديم جدوله وظيفيه للغات الرسميه والوطنيه والفئويه، بمعنى ان الاعتراف الرسمي باللغات المختلفه يحمل طابعا حقوقيا، لكنه يحدد مجال التداول الذي يرسم خارطه وظيفيه وسلميه استعماليه حتى لا تتصارع اللغات في الإدارات والساحات العامة كما وقع لنا الآن. هناك صراع اللغات، صراع اللهجات، السيطرة. من أجل ماذا؟ من أجل سيطرة اللغة
الأجنبية واللغة الفرنسية بالخصوص. المفهوم الوظيفية هو تقديم هذه الجدولة التي نتحدث عنها، فلا يمكن للغة أن تحتل مكان لغة أخرى أو تقوم بوظائفها. لا يمكن للغة أن تحتل مكان اللهجة، ولا يمكن اللهجة أن تحتل مكان اللغة، بمعنى أن لكل نسق لساني له له مجاله الخاص، بمعنى أننا نقدم توزيعا تداوليا وفق جدلية العدل والأمن اللغويا لاستبعاد الصراعات، الصراع في الفضاءات العام واستحضار لكل عناصر القوة. إذن في مجمل القول هذه هي الأسئلة والإشكالات التي تطرح أمام أي سياسة لغوية، بمعنى أننا ونحن الآن ننتظر استحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ننتظر تفكير الجماعي المشترك المغربي في قضية اللغة وفي قضية العلاقة بين اللغات المختلفة. أعتقد أن هذه الأسئلة التي سردتها قبل قليل هي سؤال الوحدة، سؤال الهوية والتعدد الهوياتي، سؤال السيادة الوطنية، سؤال المعرفة والتنمية، ثم سؤال الوظيفة. أن أعتقد أن هذه الأسئلة وهذه الإشكالات هي التي ينبغي أن تجيب عنها السياسة اللغوية المغربية في مستقبل الأيام. شكرا لكم واعتذر عن الإطالة، وأنا في انتظار تفاعل الجمهور الإخوان الأساتذة الباحثين. شكرا. السلام عليكم سي محمد. شكرا أستاذ فؤاد بوعلي على هذه المداخلة القيمة. نجي السعداء أننا إن شاء الله من بعد المداخلة ديال الأستاذ حسن الشويري سوف هناك مجموعة من التعليقات اللي كانت كتصب فعلا في المداخلة ديال الدكتور بوعلي. إن شاء الله سوف نعود لها بعد أن نعطي الكلمة للأستاذ شويري. أستاذ شويري هو أستاذ باحث في سلك اللسانيات. مداخلته سوف تكون بهذا العنوان: اللسانيات ورهان العلمية. فيتفضل السي حسن الشويري، لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين. أما بعد، أريد في البداية أن أوجه الشكر الجزيل لكل الفعاليات المدنية التي أسهمت بشكل كبير في إخراج هذه الندوة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في شخص الدكتور فؤاد بوعلي، ثم المرصد المغربي للدراسات والأبحاث التربوية في شخص الأستاذ عبد الرحيم مفكر، ثم مدارات للثقافة والفنون في شخص الشاعر محمد منير الذي يدير هذه الندوة، ثم كل مكونات جمعية الأجيال الصاعدة للتربية والثقافة. بطبيعة الحال تأتي هذه الندوة كما تعلمون في سياق احتفاء العالمي باللغة العربية، حيث خصص لها يوما عالميا للتأكيد على أهميتها وفرادتها وقدسيتها. لذلك من هذا المنطلق لا بد من أن نحتفي نحن أبناء هذه اللغة الأبرار الغير العاقين لهذه اللغة بلغتنا، والتأكيد على أهميتها وقدسيتها. إذن قبل أن أخوض في تقديم محاور مداخلتي، لا بد من التأكيد في البداية على تعدد مشارب دراسة اللغة العربية، فهي بحر كما وسمها الشعراء، خصوصا الشاعر المصري حافظ إبراهيم حينما أنشد قائلا: هي البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألت الغواص عن صدفاتي. فالعربية بحر من العلوم والمعارف والمجالات الخصبة التي تحتاج إلى غواصين ماهرين في السباحة لاستكناه دررها وكنوزها من صوت وصرف ومعجم ونحو ودلالة وبلاغة وأدب.
إذن من بين هذه المجالات اخترت لكي أسهم في هذه الندوة العلمية موضوع اللسانيات ورهان العلمية، طبعا بناء على انشغالنا المعرفي بهذا الحقل المعرفي. وكما يقول أحد الباحثين والمفكرين: إن العلم الذي لا يحرك السواكن فليس بعلم. بناء على عنوان هذه المداخلة سأطرح جملة من الإشكاليات التي ستنبني عليها محاور هذه المداخلة، وسأحاول أن أوجز مداخلتي كي أحترم الوقت. طبعا الحال السؤال الأول الذي يتبادر إلى أذهاننا: ما هو السياق التاريخي لنشأة علم اللسانيات؟ السؤال الثاني: ما المقصود باللسانيات؟ وما أين تكمن علمية هذا العلم؟ طبعا الحال هذا الإشكال الثاني سأتناوله من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى سأتحدث فيها عن المستويات الداخلية للغة، والزاوية الثانية سأتحدث فيها عن اللسانيات وسؤال المنهج. طبيعة الحال إذا ما عدنا إلى الأدبيات التي اهتمت بالتاريخ للسانيات وبظهور اللسانيات وبنشأة اللسانيات، سنجد بأن كل هذه الأدبيات تؤكد على أن اللسانيات ارتبط اسمها بظهور الكتاب الشهير للباحث السويسري فرديناند دو سوسير، كور دو لينغويستيك جينيرال، أو الذي ترجم بعدة ترجمات، من بينها محاضرات في اللسانيات العامة أو دروس في اللسانيات العامة، والذي نشر بطبيعة الحال سنة 1916. بطبيعة الحال علما أن فرديناند دو سوسير قد توفي سنة 1913، وبالتالي فإن هذا الكتاب قد نشر من طرف طلبة فرديناند دو سوسير. بطبيعة الحال هذا الكتاب الذي أحدث ضجة وثورة معرفية في مجال العلوم الإنسانية، نظرا لأهمية هذا الكتاب، حيث غير من وجهة نظر الباحث اللغوي في موضوع اللغة. لماذا؟ لأن فرديناند دو سوسير اعتبر اللسانيات علما قائما بذاته، مستندا في ذلك على عدة مرجعيات فكرية، أهمها بطبيعة الحال ما قدمه سوسيولوجيون، وعلى رأسهم إيميل دوركهايم، إذ اعتبر بذلك فرديناند دو سوسير اللغة ظاهرة اجتماعية، على غرار ابن خلدون في مقدمته، وكذلك ابن جني في كتابه الخصائص. بطبيعة الحال إذن هذه المرجعية التي انطلق منها فرديناند دو سوسير إلى جانب علم النفس، حينما اعتبر اللغة ظاهرة نفسية. بطبيعة الحال فرديناند دو سوسير بهذا المعنى سيقطع مع يعني الدراسة المعيارية للغة والتي كانت سائدة بطبيعة الحال قبل القرن العشرين، مع يعني النحو، ما يسمى بالنحو المقارن، الذي كان مرتبطا أساسا بالمنطق، وكذلك بالفيلولوجيا، أو ما يسمى بفقه اللغة. هذا العلم أو الفيلولوجيا التي كانت تمزج بين يعني الأدب واللغة ومجموعة من المعلومات التي كانت تقدمها في هذه الكتب، وكذلك كانت تبحث حتى في تاريخ اللغات. وبالتالي ففرديناند دو سوسير حينما قدم كتابه طبعا حدد موضوع اللسانيات. لذلك نتساءل في البداية: كيف عرف فرديناند دو سوسير اللسانيات؟ طبعا الحال هذا المصطلح لابد أن أشير ونحن نتحدث عن اللسانيات إلى إشكالية ترجمة هذا المفهوم إلى اللغة العربية، على اعتبار أننا نصادف في بعض الأبحاث اللغوية مصطلح اللغويات، وأحيانا نصادف
مصطلح الألسنية، وأحيانا نصادف مصطلح علم اللغة الحديث، وأحيانا يخلط بعض الباحثين بين مصطلح فقه اللغة ومصطلح اللسانيات. وبالتالي فإننا سنختار من بين هذه الترجمات مصطلح اللسانيات، على اعتبار أن اللسانيات هي على وزن فعاليات، وهو المصطلح الأنسب لترجمة العلوم مثل الرياضيات، سيميائيات إلى غير ذلك. وبالتالي بطبيعة الحال وهو اللسانية طبعا هي ترجمة للمصطلح الفرنسي linguistique، وهي كما عرفها فرديناند دوسير هي العلم الذي يهتم بدراسة اللغة دراسة علمية موضوعية في ذاتها ولذاتها، وهي فرع من السيميولوجيا. نبدأ في تفكيك هذا التعريف. نبدأ بالمقصود بالدراسة العلمية. طبعا الحال حينما نتحدث عن الدراسة العلمية للغة بمعنى أننا لدينا جهاز مفاهيمي إجرائي ولدينا منهج متبع، ثم المقصود بالموضوعية هنا هو دراسة اللغة بمعزل عن الأهواء وبمعزل كذلك عن إيديولوجية الباحث اللغوي. طبعا الحال فرديناند دوسير ما فتئ يؤكد على أن الباحث اللساني أو عين اللسانية ينبغي أن تنصب على اللغات الميتة مثلا اللغات السنسكريتية واللغة اليونانية واللغة يعني اللاتينية القديمة إلى غير ذلك، واللغات الحية مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية وهلم جرا من اللغات. إلى جانب هذا أكد فرديناند دوسير على أن دراسة اللغة ينبغي أن تنصب على دراسة اللغات الحضارات القوية، كما هو الشأن بدراسة كذلك يعني اللغات الأقليات. وهذا جانب يعني من الموضوعية الذي أكد عليه فرديناند دوسير. طبيعة الحال ويؤكد على أن اللسانيات هي فرع من السيميائيات أو لا السيميولوجي. طبيعة الحال هذا إشكال كذلك يثيره فرديناند دوسير، على اعتبار أن فرديناند دوسير هو أول من تنبأ بعلم السيميائيات واعتبرها اعتبر اللسانيات فرعا من السيميائيات. وهذا هنا يعني الأمر هنا حينما سنقرأ مثلا لرولان بارت في يعني مقالته الشهيرة التي اصدرها سنة 1964 مبادئ السيميولوجيا أو إليمون دو سيميولوجي، هذا إذن سنجد بأن رولان بارت هنا يؤكد على أن السيميائيات هي فرع من اللسانية. وهنا هذا إشكال كبير آخر يعني يرجع إلى يعني الأدوات المرجعية أو المفاهيم والأدوات الإجرائية التي اعتمد عليها رولان بارت حينما اعتمد على كل المفاهيم اللسانية في دراسته بطبيعة الحال للسرود المختلفة وكذلك في دراسته للصورة. بطبيعة الحال إذن هذا من حيث المفهوم ومن حيث بطبيعة الحال يعني علاقة اللسانيات بالسيميائيات. نتحدث الآن عن مفهوم أساسي وعبارة أساسية تتكرر في الأدبيات اللسانية، وهي اعتبار اللغة أو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها. نتساءل الآن عن ما المقصود بذات اللغة، وهل للغة ذات؟ بطبيعة الحال الإجابة واضحة، هي المقصود بذات اللغة هي المستويات الداخلية للغة. وحينما نتحدث عن المستويات الداخلية للغة، أول مستوى يصادفه المتعلم أو التلميذ يعني في المراحل الدراسية المتقدمة بطبيعة الحال هو المكون الصوتي أو المستوى الصوتي. وهذا المستوى يعني اعتبره فرديناند دوسير هو المستوى الذي يهتم بدراسة الوحدات الصوتية. وبطبيعة الحال حينما نتحدث عن هذا المستوى يمكن أن نميز بين علمين اثنين. العلم الأول هو علم الفونيتيك أو
علم الأصوات. علم الأصوات هذا العلم الذي يدرس الوحدات الصوتية بمعزل عن السياق الذي ترد فيه. بطبيعة الحال يهتم أساسا بالآلة المصوتة لدى الإنسان وبمخارج الحروف وبصفات الحروف إلى غير ذلك. وهذا العلم كان موجودا بطبيعة الحال في الأدبيات يعني اللغوية العربية القديمة من خلال أول معجم أصدر في يعني في الثقافة اللغوية بطبيعة الحال العربية، وهو معجم العين للعالم اللغوي الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي أصدر أول معجم في اللغة العربية وسماه بمعجم العين، على اعتبار أن فرديناند الخليل بن أحمد الفراهيدي قد انطلق من ترتيب فونيتيكي وأكوستيكي يعتمد على ترتيب الوحدات المعجمية انطلاقا من ترتيب فونيتيكي، ينطلق من الحروف الحلقية مثل العين والهاء والغين إلى غير ذلك في اتجاه الحروف الشفهية واللسانية. وبالتالي فقد يمكن أن نعتبر بأن الخليل أحمد الفراهيدي ومن الأوائل الذين أرسوا هذا العلم. إلى جانب هذا العلم أو علم الفونيتيك أو علم الأصوات، يمكن أن نتحدث عن علم آخر هو علم وظائف الأصوات، أو ما يسمى في الأدبيات اللسانية بالفونولوجيا، وهو علم يدرس وظيفة الصوت داخل يعني وظيفة الصوت داخل السياق بطبيعة الحال، ويبحث أساسا عن مدى تحقق الفونيمات من غيرها. والمقصود هنا البدائل التي يمكن أن نجدها في اللغات بطبيعة الحال. أعطي مثالا بسيطا في يعني اللغة العربية، مثلا قال ليست هي قال آل ثم قال بطبيعة الحال بناء على التنوع اللغوي المغربي. إذن هذا قال وآل وقال لا تغير من المعنى، المعنى يظل نفسه بطبيعة الحال، بخلاف إذا ما قلنا مثلا بناء على تمييزنا بين التفخيم والترقيق بين كلمتي راب الحائط وراب اللبن. بطبيعة الحال التفخيم والترقيق هنا هو سمة مميزة وغير من الدلالة اللغوية للعبارتين بطبيعة الحال. العلم أو المستوى الثاني الذي يصادفنا هو المستوى الصرفي أو المورفولوجي. وهذا المستوى بطبيعة الحال حسب تحديد فرديناند دوسير هو المستوى الذي يهتم بدراسة الوحدات الصرفية للغة بطبيعة الحال. حينما نتحدث عن الوحدات الصرفية فنتحدث عن بنية الكلمة وما يلحق هذه البنية من لواحق وصوابق إلى غير ذلك. العلم الآخر الذي أكد عنه قدمه فرديناند دوسير هو المستوى المعجمي. والمستوى المعجمي هو المستوى الذي يهتم أساسا بدراسة الوحدات المعجمية وكيفية ترتيبها في المعاجم اللغوية. بالإضافة إلى هذا المستوى يمكن أن نتحدث عن المستوى التركيبي. المستوى التركيبي هو الذي يهتم بدراسة الجملة وعن العلائق التي تجمع بين مكونات الجملة، وكذلك وظائف الكلمات من فاعلية ومفعولية وغيرها من الوظائف. ثم يمكن أن نتحدث عن مستوى آخر تحدث عنه فرديناند دوسير، وهو المستوى الدلالي، والذي يهتم بدراسة المعنى. ويمكن أن نضيف مستوى آخر تحدث عنه مجموعة من اللسانيين بطبيعة الحال هو المستوى التداولي، وهو المستوى الذي كان موجودا عند العرب من خلال دراستهم للتراكيب والتي كانوا يسمونها بعلم المعاني، من خبر وإنشاء، من
خبر وعفوا من خبر وإنشاء، من فصل ووصل إلى غير ذلك من يعني الظواهر التي تنتمي إلى علم المعاني، والتي سموها بطبيعة الحال بأفعال القول. بطبيعة الحال حينما نتحدث عن يعني المستويات الداخلية للغة، لابد من أن ننطلق وأن نتساءل عن المنهج الذي اعتمده فرديناند دو سوسير، أو المناهج التي تعتمدها اللسانيات بصفة عامة في دراسة اللغة. بطبيعة الحال قبل أن أتحدث عن المناهج العلمية التي اعتمدت في اللسانيات، سأعرج على أو أبحث عن الأسس الإبستيمولوجية لهذه المناهج. بطبيعة الحال سنجد هناك تصوران أو منهجان في دراسة اللغة، وهي يعني من حيث أصلها الإبستيمولوجي مأخوذة عن العلوم الحقة. وهو التصور الأول هو التصور التصنيفي، والتصور التصنيفي الاستقرائي، وهو الذي يعود إلى حسب تعديل الدكتور مصطفى غلفان، والذي يعود إلى الطبيب الفرنسي المشهور فرانسيس بيكون. بطبيعة الحال هذا التصور التصنيفي الاستقرائي يعتبر أن الهدف من العلم هو جمع المعطيات الممحصة وملاحظتها وتصنيفها لمحاولة فهم موضوعي للعالم بناء للعالم المحيط بنا. بطبيعة الحال هذا التصور يقوم على مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى وهي الملاحظة، ثم التجربة، وفي النهاية الاستقراء. بطبيعة الحال هذا التصور التصنيفي يبحث أو يطرح سؤالا أساسيا، هو السؤال كيف، ولا يطرح السؤال لماذا، أي أنه لا يبحث عن تفسير الأشياء. التصور الثاني وهو الذي يعود إلى جوهانس كيبلر، هذا العالم الفيزيائي، وهو التصور التفسيري الافتراضي. بطبيعة الحال هذا التصور الثاني يعتبر أن تطور العلم رهين بوضع فرضيات عامة وشاملة يتم التحقق منها على ضوء المعطيات الواقعية. بطبيعة الحال هذا التصور الثاني يقوم على مجموعة من الخصائص، أهمها الافتراض. بطبيعة الحال يقوم على طرح مجموعة من الافتراضات على أساس أن يتحقق منها عن طريق التجربة. الخاصية الثانية التي يقوم عنها هذا التصور هي خاصية التنبؤ بوقوع ظواهر جديدة بناء على الظواهر المدروسة. الخاصية الثالثة التي يقوم عنها هذا التصور هي خاصية الدحض والإبطال. بطبيعة الحال على اعتبار أن تاريخ العلوم هو تاريخ الأخطاء، إذن بناء على النتائج التي تتوصل إليها نظرية أو مقاربة معينة تأتي نتائج أخرى، وبالتالي تتغير تلك النتائج الأولى. وهذا التصور بطبيعة الحال لا يطرح السؤال كيف، وإنما يطرح السؤال لماذا. إذن بناء على هذين التصورين بطبيعة الحال سأميز بين منهجين اعتمدا في اللسانيات. المنهج الأول هو المنهج التصنيفي، بطبيعة الحال، وهذا المنهج الذي اعتمدته اللسانيات البنيوية بطبيعة الحال ابتداء من مدرسة جنيف مع فرديناند دو سوسير، ثم المدرسة براغ، ثم المدرسة الجليوسيماتيكية، ثم المدرسة التوزيعية الأمريكية. إذن كل هذه المدارس اعتمدت أساسا على التصنيف وعلى الاستقراء وعلى جمع المعطيات. بطبيعة الحال سنجد الدكتور مصطفى غلفان يؤكد على هذا الجانب حينما يورد نصا أساسيا يقول فيه: يمكن القول بكثير من الاطمئنان إن اللسانيات البنيوية في عمومها قد دارت في إطار تصنيفي يقوم على الجمع والتنظيم
والتصنيف. انتهى القول. إذا اللسانيات البنيوية عموما اعتمدت على التصور الأول والتصور التصنيفي الاستقرائي. هذا التصور الاستقرائي الذي كان يعتمد عليه حتى اللغويين القدماء أو اللغويين العرب بطبيعة الحال، حينما كانوا يذهبون إلى يعني البوادي لجمع اللغة بطبيعة الحال، ثم يقومون بتصنيفها. ونحن نعلم كيف كان هؤلاء اللغويون يحرصون بشدة على الأخذ اللغة من الأعراب الخلص الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية سليقة، وتجنبوا بشكل كبير الأخذ من المدن نظرا لتمازج الفرسي والرومي هناك. التصور الثاني أو يعني التصنيف أو المنهج الثاني الذي اعتمد في اللسانيات، وهو المنهج الذي اعتمدته المدرسة التوليدية مع نعام تشومسكي بطبيعة الحال من خلال كتابه الأول الذي صدر سنة 1957 المسمى بالبنيات التركيبية، والذي سيتم انتقاده من لدن طلبته، وسيصدر كتابا آخر سيسميه بمظاهر البنيات التركيبية، إلى حين تطور النظرية التوليدية من خلال نظرية الربط العاملي، ثم في نهاية المطاف سننتهي إلى نظرية المبادئ والوسائط، ثم فيما بعد نظرية البرنامج الأدنوي. إذن هذه اللسانيات التوليدية في عموميتها اعتمدت على التصور الافتراضي، وراهنت بشكل كبير على دراسة اللغات دراسة مقارنة بناء على طرح مجموعة من الافتراضات. إذن هذه هو هذه هي المناهج العلمية التي كنت أريد أن أسوقها. بطبيعة الحال أرجو أن أكون قد وفقت في ضبط الوقت واحترامه، وشكرا لكم. شكرا الأستاذ حسن الشويري على المداخلة التي قدم حول اللسانيات ورهان العلمية. نتمنى أن الأخ فؤاد دكتور فؤاد بن علي يكون في الاستماع معنا. دكتور فؤاد. مرحبا مجددا بك دكتور. في المحطة الثانية وسوف نتفاعل مع بعض الردود والمداخلات. في البداية أنا أريد أن أتفاعل مع الدكتور فؤاد أنه في الورقة الذي قدم التقطت نقطتين أساسيتين، هما أولا حول اللغة العربية باعتبارها وافد عن المغرب، لغة وافدة. أنا أشرت واحد الإشارة أن اللغة وافدة، بمعنى ما دامت هي وافدة إذن فكاين هناك لغة أصل اللي هي المكون ديال المجتمع المغربي قبل مجيء اللغة العربية اللي هي الأمازيغية. وبالتالي أنك قلت في نفس أن الدول المتقدمة التقدمية ديالها وفي الركب التكنولوجي أو التقدمي، لأن تعليمها كان باللغة، يعني اللغة الأصل، اللغة ديال الأمة. إذن واش ما كتشوفش معايا بأنه في المغرب هذا التعدد اللغوي اللي عندنا كيخلق منا أننا نفكروا في هذا الشكل؟ هنا كاين بعض التدخلات، مثلا هذا الأخ تيقول، واحد الأخ تيقول لا، ألا يمكن الحديث عن نظام فيدرالي لغوي؟ وبالتالي نفس الأخ تيقول بأنه ما دامت العدالة اللغوية والثقافية هي من حقوق الإنسان. هذا المتدخل الأول. السي عبد الرحيم مفكر طرح سؤال، قال لك سؤال يحير المغاربة: ما السر في عدم تنزيل مؤسسة محمد السادس للغة العربية ولم تفعل، مع الإكراهات والتخوفات في هذا المجال؟ سؤال ثاني يرتبط بالفرنكوفونية وطغيان تدريس
المواد العلمية باللغة الفرنسية. لماذا الفرنسية وليست اللغة الأم المغربية والتي ينص عليها الدستور؟ وهناك إشكال في الفتح اللغوي أو ما يسمى بالهندسة اللغوية. تدخل آخر تقول ما مصير الأكاديمية المغربية للغة العربية. بدر الدين النوال كذلك بدر الدين تقول أنه الهدف منها هو إحقاق نوع من التوازن التهيئة اللغوية. هذا مصطفى الوافي. كذلك في السياق نفسه، في سياق تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيل مضامين القانون لإطار التربية والتكوين، ولاحظ التخلي عن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وتدريسها منذ 4 سنوات باللغة الفرنسية. لم يحدث طفرة نوعية في تجويد مسألة التعلمات. أين يكمن الخلل؟ سؤال آخر: هل يمكن أن نصل إلى تعايش لغوي أو إلى تنافس غير منصف يؤدي إلى سيادة لغة وتخخر لغات أخرى إلى مراتب ثانوية؟ كذلك التعايش ممكن بل كان سائدا بين ثقافات المغرب قديما. هذه مجمل المداخلات اللي كاينه. سوف أعطي الكلمة بداية للدكتور فؤاد ولكي يتفاعل مع هذه الأسئلة، ومن بعد نعطي الكلمة للسي حسن. تفضل السي فؤاد. شكرا للجميع في التفاعل ديالهم مع الورقة التي قدمت، وشكرا. أنا فقط أريد أن أتفاعل مع مجموعة من الإشارات، وإلا فجل الإخوان أعتقد أنهم ينطلقون من رؤية لا نختلف كثيرا حولها. هذه الرؤية تثبت بأن واقع اللغة العربية، الواقع العربية هو يرتبط بفوضى لغوية، بأزمة هيكلية تعاني منها المدرسة، يعاني منها المجتمع، يعاني منها الدولة بشكل عام. تتعلق هذه الرؤية بالخصوص، هذه الرؤية بمنطق الافتراس اللغوي. واقصد هنا الافتراس اللغوي هو الهيمنة اللغوية أو هيمنة لغة أجنبية على اللغة الوطنية كيفما كانت هذه اللغة، بحيث أن المستفيد الأول والأوحد من التجاذب والتقاطب اللغوي بين اللغات الوطنية وبين اللغات الوطنية واللهجات في مختلف التجارب الموجودة على الصعيد العالمي، المستفيد الوحيد والأوحد هو اللغة الأجنبية. ولذلك إذا كنتم معي الإخوان ربما سيجدون أن دعاة الفرنكوفونية ودعاة والذين يدافعون على فرنسة التعليم والدفاع عن الفرنسية، ستجدون بأن هؤلاء يدافعون في نفس الوقت، يدافعون عن التعدد اللغوي، يدافعون عن اللهجات، بل أكثر من ذلك أن الذين يقودون عملية التلهيج مثلا في المغرب ليسوا مغاربة. الذين يظهرون في السطح مغاربة، لكن الذين يقودون التنظير لهذه العملية ليسوا مغاربة. تعرفون المستشارة التي كانت في المركز الثقافي الفرنسي في الدار البيضاء، والتي قادت عملية الدفاع عن اللهجة وعن العامية المغربية، وأسست لها جمعية، وهذه الجمعية بلورت فيلما وثائقيا هو فيلم نايضة الذي أذاعته القناة الثانية في يوم من الأيام، بمعنى أن مسار الدفاع عن التلهيج هو مسار فرنكوفوني بامتياز. وستجدون أنهم عندما يتحدثون عن الدول الأخرى يدافعون عن التعدد، لكنهم عندما يتحدثون عن العربية أو عندما يتحدثون في عقر دارهم سوف يتحدثون عن الأحادية اللغوية ويدافعون عن الفرنسية. وهم مجموعة من النماذج من المثقفين والمنظرين اللغويين الذين
الفرنسيين الذين يسيرون في هذا المسار. القضية ليست قضية تعدد، بل قضية افتراس، لأنه دائما أقول بأن الفرنسية مشكلتها أنها ليست مجرد لغة عادية تتنافس في سوق لغوية، وكل سوق لها ضوابطها وممكن أن نستفيد منها. اللغة الفرنسية لا يمكن أن نتصور بأننا ممكن أن هذه اللغة أن تنجح في أن تصبح لغة المعرفة ولغة الهوية ولغة الانتماء ولغة إلا عن طريق الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في بعض الأحيان. بمعنى أن هذه اللغة هي لغة صراعية بامتياز، لا تفرض نفسها عن طريق قوتها أو قوة الدولة التي تدافع عنها وتنتمي إليها، لكنها تفرض نفسها بالقوة أو بالفرض وبالإجبار. وهذا هو الإشكال. في حين مثلا عندما ننظر الألمانية ولا ننظر الإنجليزية ولا الإسبانية، هذه لغات تمتد وتنتشر في العالم بشكل سلس وبشكل طبيعي، لكن اللغة الفرنسية تتعامل مع لغات الدول التي كانت تستعمرها في زمن من الأزمنة، تتعامل معها على أنها خصوم، بمعنى أنها تحاول أن تزيحها من الطريق من أجل فرض اللغة الفرنسية. عدم تنزيل مؤسسة محمد السادس أو أكاديمية محمد السادس للغة العربية، أنا أصبحت أقول بأنه ينبغي على المغاربة تخليد الظاهر المؤسس، أن يصبح له ذكرى. الظاهر الذي صدر في سنة 2002، الآن نحن في 2020، احنا داخلين في 2000، قربنا نكملوا عقدين من الزمن والظاهر ما زال حبرا على ورق. ما الذي يمنع من تنزيل هذه المؤسسة؟ لا يمكن أن عاقل، لأن إشكاليتنا في المغرب صحيح أن العالم العربي بأكمله عنده إشكالية لغوية تتعلق بالواقع التواصلي والواقع التداولي للغة العربية داخل الفضاء العام. بمعنى نذهب مثلا عند إخواننا هنا في المغرب العربي أو ذهبنا إلى المشرق العربي سنجد بأن هناك هيمنة للغة الأجنبية، لكن على الأقل على المستوى الرسمي كاين هناك اهتمام باللغة العربية، بمعنى تجد لديها مؤسسة. مثلا خذ مثلا الجزائر تجد المجلس الأعلى للغة العربية، خذ مثلا مصر تجد أكاديمية أو مجمع اللغة العربية، خذ مثلا السعودية ستجد مركز الملك عبد الله، والآن أصبح مجمع الملك سلمان، وهكذا دواليك. بمعنى أننا في كل الدول هناك اهتمام رسمي، أقول اهتمام رسمي ليس فقط عن طريق المؤسسات، عن طريق المبادرات. هناك مبادرات حقيقية سواء في المشرق ولا في المغرب العربي، مبادرات حقيقية تجعل من اللغة العربية لغة استراتيجية. بمعنى لماذا لغة استراتيجية؟ بمعنى تحقق ما نسميه بأدوات القوة الناعمة التي تجعل الناس أو العالم بأكمله والمستعملين اللغة العربية يدورون في فلك هذه الدولة التي لها هذا المشروع. إلا المغرب ليس له مؤسسة تهتم باللغة العربية. بمعنى خذ مثلا المشاريع الموجودة على الصعيد الجامعي وفي المستوى الجامعي، ستجد أن هناك مشاريع مهمة وهامة، مجموعة من المشاريع مهمة. هناك مراكز مختبرات داخل المؤسسات الجامعية، لكن ما الذي ينقصها؟ ينقصها التنسيق، لأنه لم يعد لدينا مؤسسة، ولم تعد لدينا مؤسسة لعملية التنسيق. كان في زمن معين معهد الدراسات والأبحاث للتعريب انتهى مع عبد القادر الفاسي الفهري، بمعنى كان آخر مدير يمكن أن يقوم بأعمال حقيقية وأن يفرض وجوده داخل السوق اللغوية. الآن أصبح تقريبا
جثة ميتة ومؤسسات شبه ميتة لا يرجى منها فائدة في الواقع الحالي، بالرغم من أنها موجودة، لكن مؤسسة مرجعية غير موجودة. لذلك أكاديمية محمد السادس من المفروض أنها الآن أصبحت جزءا من المجلس الوطني للغات، يعني مثلها في ذلك مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ولكن لحد الآن حتى هذا المجلس ما زال يراوح مكانه. النقاش حول القانون كان في سنوات أكثر من 6 سنين، بمعنى منذ الدستور، قبل أن يصادق عليه مؤخرا، قبل أن يخرج في الجريدة الرسمية. الآن ننتظر التفعيل ديال هذا وتنزيلها، هل ستنزل أم لا، أم سنكرر نفس الأسطوانة ويصبح المجلس مثل الأكاديمية مجرد حلم، مجرد أمنية يتمناها السياسيون وتتمناها النخبة المثقفة لكن لا وجود لها. وحتى لو وجد هذا المجلس بأي شكل وبأي صيغة، أعتقد أن القانون فيه إجحاف كبير للغة العربية، وفيه إجحاف كبير للمدافعين عن اللغة العربية، لأن كما قلت في العديد من المناسبات أن المجلس الوطني للغة والثقافة المغربية سيخلق باعتباره مؤسسة مثل المؤسسات أو تجميع للمؤسسات الأكاديمية، دون أن يكون له تأثير في الواقع العملي أو في الواقع الفعلي. مجرد نقاش، مجرد يلتقي الأساتذة ويلتقي الباحثون، يلتقون للحديث في قضايا اللغة العربية وفي تنظير اللغة العربية الواقع لأن الفاعلين الحقيقيين داخل المجتمع غيبوا في هذا القانون، وهذا طرحناه في مجموعة من المقالات. بطبيعة الحال التعليم بالفرنسية لم ينقذ التعليم ولن ينقذه، لأن الإشكال الحقيقي في التعليم، لأنه في بعض الأحيان عندما كنا نناقش قانون الإطار كان البعض يطرح بأن عندنا مشكل مع اللغة الفرنسية وعندنا مشكل مع الانفتاح، نقول لهم بأن المشكل ليس في اللغة. لحد الآن ما زالت ليس لدينا لحد الآن دراسة لتقييم عملية التعريب أو سياسة التعريب التي بدأت منذ السبعينات. لحد الآن ما عندناش وثيقة مرجعية حول تقييم التعريب. الكل يتحدث فقط بأن التعريب راه فيه مشكل، بالتعريب راه فشل، راه هو السبب، لكن هل لدينا دراسة حقيقية ورصد تقييمي للعملية التعريبية؟ أعتقد أن الأمر لحد الآن ما زال ليس لدينا هذا الأمر. ما عندناش وثيقة مرجعية، ما عندناش دراسة مرجعية لعملية التعريب. الإشكال الحقيقي في المدرسة المغربية راه ماشي أزمة لغة، راه أزمة منظومة تعليمية تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أخرى. هذا هو الإشكال الحقيقي، وأننا نعيش أزمة لمنظومة تعليمية فيها مجموعة من المستويات تتعلق بالبنية التحتية، تتعلق بالمناهج والمقررات، تتعلق بالإدارة، طبيعة الناس المشرفين على الإدارة في التعليم. راه إشكال حقيقي، راه ينبغي أن نتحدث من يشرف على وزارة التعليم في المغرب. هذا هو الإشكال، يعني عندنا مجموعة ديال المستويات. أما المسألة اللغوية بسيطة، أو الخروج من الإشكال اللغوي هو خروج بسيط. دائما أطرح أنا التساؤل عندما نتحدث عن في الجانب التعليمي، ونحن الآن في أحضان مرصد التربوي، هو لماذا اللغة العربية، أو أن التلميذ يقضي أكثر من 20 سنة، تقريبا 7 سنين على 5 سنين، كتولي 13 عام ولا هذا أو 12 عام، يقضي 15 سنة في التعليم ولا يتقن اللغة العربية، لا يتقن إنشاء باللغة العربية. تجد طالبا في الماستر وما زال هناك أخطاء
في اللغة العربية. لماذا؟ في حين أنه يمكن أن يقضي سنة، أقل من سنة، ويتقن اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن الإشكال إشكال منهجي حقيقة. ما هي المناهج التي نتبعها في تدريس اللغة العربية؟ ما هي المناهج التي نتبعها في تدريس اللغات؟ أنا لا أعرف كيف يمكن لأستاذ داخل قسم يدرس باللغة العربية ويتكلم بالدارجة. كيف يمكن لهذا الطالب أن يتقن اللغة العربية؟ كيف يمكن لأستاذ في العلوم يدرس مادة باللغة العربية ويتكلم بالدارجة ويحدث بالدارجة؟ لأن هذا إشكال، لأنه دائما نتحدث عن منهج ينبغي أن نجعل الطالب والتلميذ يعيش في مسبح لغوي كما يقال. وهنا ما يسمى بالانغماس اللغوي، l'émergence linguistique، اللي هي أن تجعل الطالب داخل المؤسسة لا يتحدث إلا بلغات التدريس. إذا كان في مادة تدرس باللغة الأجنبية، أن لا يتحدث إلا بتلك اللغة الأجنبية. إذا كان في مادة تدرس باللغة العربية، أن لا يتحدث إلا باللغة العربية. آنئذ كونوا على يقين بأننا سنحل الإشكال اللغوي، لأن القضية عندنا في اللغة هي قضية تواصلية، لأن عندنا إشكال حقيقي. المجتمع يتكلم بالدارجة أو بالعامية، وعندما ندخل إلى القسم نتحدث باللغة أخرى، ثم عندما نجعل هذا القسم مثله مثل الشارع، أنئذ يصبح طالب أو عاجزا عن إتقان اللغة، فبالأحرى الإبداع بها. وهذا هو الإشكال. ولذلك لا يمكننا أن نخلق مبدعين سواء في العلوم الإنسانية ولا في العلوم الدقيقة. لا يمكن أن نخلق مبدعين إلا إذا كان هؤلاء يتقنون اللغات، اللغة، خصوصا اللغة الأم أو اللغة الوطنية. هل لذلك إنقاذ التعليم لا يمكن إلا عن طريق الحل الإشكال اللغوي إضافة إلى الإشكالات الأخرى. لكن تقزيم أزمة التعليم، وهذا هو الذي وقع في القانون الإطار، تقزيم أزمة التعليم، فأصبح القضية قضية لغوية، أو النقاش كله كان نقاشا لغويا. مع العلم أننا الآن أنتم تنظرون عملية الفرنسة الارتجالية التي تمارسها وزارة التعليم، تجدون الإشكالات المطروحة الآن بمعنى إشكالات بالجملة. طلبة يبكون بالأدمع لأنهم لا يفهمون الدروس. هناك إشكالات حقيقية وينبغي رصد هذه الإشكاليات، وأعتقد أن المرصد عليه هذه من بين المهام، وربما ننسق في هذه المهام التي يمكن أن نشتغل عليها مستقبلا. أنا عندما تحدثت عن اللغة العربية وتحدثت عن الدول المتقدمة، قلت بأن التعليم بغير اللغة الوطنية هو تعليم فاشل. هذه من خلال التجارب ومن خلال الدراسات. أنا أعطيت نموذجا بدراسة إحصائية التي أنجزها مختبر في كلية العلوم مع مركز للدراسات. وفي هذه الدراسة الإحصائية قلنا بأن عملية التعليم أو عملية التعليم وعملية التدريس لا يمكن أن تتم إلا باللغة الوطنية. وعندما نقول باللغة الوطنية واللغة الرسمية، فهذا دليل على أن هذه اللغة لها من المقومات المعرفية، أن تكون لغة عالمية، أن يكون هناك اعتراف عالمي، لها تراكم إنساني، لها عمق إنساني وفي الذاكرة الإنسانية، وفي نفس الوقت أن يكون لها البعد الهوياتي. لماذا؟ لأن باللغة الأجنبية لا يمكنك أن تبدع كل الإبداعات. وهذا راه إحدى الدراسات التي قمنا بها حول الإبداعات باللغات الأجنبية. جل الدارسين يقولون بأن الإبداع بغير اللغة الوطنية
هو إبداع تحت الطلب، لذلك ستجدون أن الروايات المكتوبة بغير اللغة الوطنية هي روايات تبحث لنفسها داخل السوق الفرنكوفونية بالخصوص، تبحث لنفسها عن مكان للوجود، فلذلك تكون هذا السوق هي التي تفرض عليك نوعا من الإبداع ومواضيع للإبداع التي تفرض عليك. فمثلا عندما يتحدث طه بن جلون في ليلة القدر عن المقدسات وينعتها بأوصاف قدحية وما إلى ذلك، فهذا إبداع تحت الطلب، بمعنى أن الإبداع لأنه إذا أردت أن تبدع لابد لهذه اللغة أن تكون جزءا من كينونتك ومن هويتك. وكما أقول دائما لا يمكنك أن تبدع إلا باللغة التي تحب بها، تكره بها، تعشق بها، تحلم بها، تنام بها. هذه اللغة التي هي جزء من وجودك، أو بل هي وجودك الدائم. إذن فهذه اللغة هي التي يمكن لك أن تبدع بها، ولذلك اللغة الوطنية هي جزء من هذا. هناك دراسات أقيمت حول تدريس العلوم باللغة الأجنبية وتدريسها باللغة العربية. هناك اختلاف كبير في درجة الفهم. عندنا الآن دراسة جمعية للأطباء تابعة للائتلاف الوطني اللي هي جمعية التواصل الصحي. هذه الجمعية تقوم بدراسة مهمة في قضية تدريس الطب باللغة العربية، واعتقد أنها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن تدريس الطب باللغة العربية ييسر عملية التواصل، لأنك عندما تدرس باللغة الأجنبية ويأتي هذا الطبيب يدرس أو ليتواصل مع المجتمع بأي لغة سيحدث هذا المجتمع. هناك إحدى المقالات التي نشرت في مجلة التواصل الصحي، جزء كبير من المشاكل الصحية فيها الجانب التواصلي أهم، بمعنى أن الجزء الكبير هو أنه طبيب لا يستطيع أن يشرح للمريض بطريقة سلسة وبلغة بسيطة، لأنه درسها بلغة أجنبية ولا يفهمها باللغة العربية. فبطبيعة الحال هناك بون شاسع بين الطبيب والمريض. وأنا إحدى المرات حضرت لمؤتمر باللغة العربية في مدينة وجدة أقامه الأطباء، وحضرت إحدى المحاضرات، أحد الإخوان الأطباء سألني يعني رأيك في هذا، وهي على فكرة هي محاضرات متخصصة يعني في قضايا متخصصة في الطب. قلت له أنا أول مرة كنفهم الطب، بمعنى أول مرة أستطيع أن أقول بأنني فهمت الطب، بمعنى أن القضية هي قضية اللغة، وهي الإشكال الأساسي. فالتعليم باللغة الوطنية هو أساسي للإبداع وللتواصل ولإنجاح التنمية البشرية. بدون لغة وطنية لا يمكن التفكير في إنجاح اللغة أو إنجاح التنمية البشرية، لأنه هناك انعدام للتواصل بين النخبة وبين المجتمع. النخبة تعيش بلغتها الخاصة، بمصطلحاتها الخاصة، بفهومها الخاصة، والمجتمع يعيش في واد آخر وبشكل آخر وبلغة أخرى. هذا هو الإشكال. هل يمكن أن نحيا تعايشا لغويا؟ التعايش اللغوي لا يمكن إلا إذا ضبطنا سياسة لغوية تعطي للغات الوطنية حقها الوجودي، وتعطي للغات الأجنبية دورها كلغات انفتاح فقط، وليست لغات تدريس، لغات انفتاح. بمعنى، ولذلك كان الدستور كان ذكيا عندما أشار، قال لك اللغات الأكثر تداولا في العالم.
وبطبيعة الحال في زمن معين كانت الفرنسية، الآن الإنجليزية، الآن غدا ستصبح الصينية، بعد غد الإسبانية قادمة، وهكذا دواليك، بمعنى أننا أمام لغات أنسجة لغوية تتغير من حيث الاهتمام. هل سنبقى محصورين ومحشورين في لغة تفقد كل يوم مجالها التداولي؟ اللغة الفرنسية الجميع يعرف بأنها ليست لغة علم، ليست لغة تداول، ليست لغة تواصل إعلامي، هي لغة فيها جزء كبير من الذاكرة الفرنكوفونية والفرنسية، ليس إلا فيها التراث الفرنسي، فيها التراث، وحتى هذا التراث راه ينبغي مناقشته، لأنه قدموا لنا الناس كزعماء للأنوار وما إلى ذلك، ومع الأيام أصبحت، ومع الوثائق أصبح يتبين بأن هذه فلاسفة الأنوار وهذا الحديث عن فلسفة الأنوار هي محاولة لتلميع صورتهم، في حين أن واقع الوثائق وما إلى ذلك أن في حديث عن الرق والاستعباد ودفاعهم عن الاستعمار وما إلى ذلك. إذن التعايش اللغوي إذا احترمنا جدولة وظيفية معينة، الجدولة الوظيفية أن نميز بين اللغة الجامعة. أي دولة تعيش تعددا لغويا لابد أن يكون هناك لغة جامعة تجمع بين مختلف أبناء الوطن، وهذه اللغة الجامعة تكون هي لغة التدريس، هي لغة التواصل الرسمي. لغات الهوية هي تراث وطني ينبغي الحفاظ عنه لأنه جزء من الذاكرة الوطنية. ثم لغات الانفتاح التي هي تتغير سلميتها بتغير الحاجة الحضارية، الحاجة الاقتصادية، والحاجة العلمية. هذا الثلاثي وهذا الثالث إذا ضبطناه نكون قد أنتجنا تعايشا لغويا حقيقيا وتنمية اجتماعية وهوية موحدة أما خارج هذا الإطار أعتقد أننا سنعيد الكرة وننتقل من أزمة إلى أزمة. وأعتقد أنا كما قلت دائما التعليم في المغرب أو ما قام به الناس الذين دافعون عن فرنسا التعليم هم فقط يجترون الأزمة ويديمون الأزمة. أما فالحل معقول، فهو معقول وبين وواضح لكل المنصفين. وشكرا لكم. شكرا دكتور فؤاد جعلي. في الحقيقة الزمن يأخذنا، لأنه وصلنا الآن ساعة ونصف من الندوة. أعطي الكلمة للسي حسن الشويري، الدكتور الأستاذ حسن، في تفاعله كذلك باش إن شاء الله نختموا هذا الندوة إن شاء الله. إذن شكرا لكل المتدخلين المساهمين في إغناء هذه الندوة. أريد أن أؤكد على يعني طرحت مسألة علمية وما يرتبط بالمسألة التربوية وفي علاقتها باللغة العربية. لا بد وأن نؤكد في البداية على أن مشكل يعني التعليم في المغرب بطبيعة الحال يعني هو مشكل متشابك ومتداخل. بطبيعة الحال أريد أن أضيف إلى ما أضافه الأستاذ الدكتور بوعلي. بطبيعة الحال مشكل يعني وجود المشكل الكم في المناهج والبرامج التربوية في كل المواد المدرسة في المغرب، وليست مجرد مادة اللغة العربية. أعطي مثالا بسيطا، مثلا بالنسبة مثلا للتلاميذ المتخصصين في مجال الآداب الآن في السلك الثانوي التأهيلي، بطبيعة الحال أعطي مثال بالنسبة لهؤلاء التلاميذ. بطبيعة الحال إذا بحثنا في يعني الكتاب المدرسي الذي يدرسونه الآن فسنجده يتطابق تطابقا تاما مع كل الوحدات المدرسة بالجامعة. بطبيعة الحال يدرسون النقد القديم
الحال ظواهر مثل الطبع والصنعة، عمود الشعر، الموازنة بين البحتري والمتنبي إذن كل هذه الظواهر هي ظواهر كثيرة جدا على المتعلم، ناهيك على أن هذا الكتاب المدرسي الذي أعطي من خلاله بعض الأمثلة، يدرسون علم البلاغة بطبيعة الحال بكل فروعه، ثم يدرسون علم العروض، ويدرسون علم المعاني، علم البيان كذلك، ثم مجموعة من الظواهر الأخرى، ناهيك على أنهم يدرسون كذلك يعني كل المسارات التي عرفها تطور الشعر العربي ابتداء من العصر الجاهلي، وهناك نماذج كثيرة مقدمة لهم بطبيعة الحال، يعني مرورا من العصر الجاهلي ثم العصر الإسلامي ثم العصر الأموي ثم العصر العباسي، العصر الأموي إلى غير ذلك. إذن كل هذه الظواهر هي ظواهر يعني تشكل نوعا من الكم في البرامج الدراسية المقدمة للتلميذ المغربي، وهو الأمر الذي لا يسمح للمتعلم لكي يبدع في تلك المادة، وكذلك يعني يثقل كاهل المدرس في الإبداع وخلق مجموعة من الأنشطة التعليمية التعلمية التي من شأنها أن تفيد المتعلم. الجانب الآخر والذي ينبغي أن نؤكد عنه هو أن المسألة اللغوية، وحينما نتحدث عن السياسة اللغوية بوصفها يعني مجالا يرتبط بما يسمى باللسانية التطبيقية، فينبغي أن خصوصا حينما نتحدث عن المسألة التربوية فينبغي أن نستمع إلى المتخصصين في مجال اللسانيات، سواء لسانيات نظرية أو لسانيات تطبيقية. فمن يعني العيب أن نجد أن من يعني يقرر وفي مركز القرار يعني ليس متخصصا في هذه المجالات. بطبيعة الحال ينبغي أن نبحث، والمغرب بطبيعة الحال له من الإمكانات ومن العلماء ما يمكنه من يعني خلق مجموعة من البرامج التعليمية التي من شأنها أن تقدم الشيء الكثير لأبناء المغرب. وشكرا. شكرا الأستاذ حسن الشويري، كذلك شكرا لدكتور فؤاد أبو علي. جد سعداء أننا تشرفنا بتأطير هذه الندوة احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف كل سنة 18 من شهر دجنبر. شكرا للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، شكرا للمرصد المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، شكرا لجمعية الأجيال الصاعدة للتربية والثقافة. كذلك جد سعداء في المدارات أن نساهم معكم بهذه الندوة احتفالا باللغة العربية. نتمنى أن تكون هذه الندوة قد لامست أهم خطاطة. شكرا للدكتور بوعلي على مداخلته القيمة حول السياسات اللغوية. كذلك شكرا نعتذر للأخ عدنان الذي لم يتمكن من التحاق ظروف خارجة عن إرادته. نتمنى أن تكون لنا لقاءات أخرى. هل الإخوان في كلمة أخيرة باش نختموا؟ دكتور فؤاد. ما عنديش في الواقع شي حاجة. أنا أقول فقط في الختام أنا أشكر الإخوان والهيئات الحاضنة لهذا العمل ولهذه الندوة. كانت فرصة طيبة، تلقينا مع السي حسن، تلقينا مع السي منير، سي محمد منير. فرصة طيبة أننا نتعرفوا أولا على هذا المرصد وعلى الجمعية المنظمة، فرصة أننا نتداولوا في هذا الموضوع. وأعتقد أن هذا الموضوع يستحق أن يكون مجالا لدراسات وأبحاث واستكتابات حول الرؤية
رؤيتنا للمسألة اللغوية في مستقبل الأيام. صحيح أن الدولة لها رؤيتها الخاصة، لكن المجتمع المدني ينبغي أن تكون له رؤيته الخاصة، لأنه كما نقول دائما السياسيون يتغيرون والمجتمع باق. شكرا لكم على هذه الفرصة. أهنئكم، أهنئ المغاربة، أهنئ المسلمين والعرب باليوم العالمي للغة العربية. نتمنى أن نلتقي في السنة الماضية، وقد حققت اللغة العربية مكاسب جديدة داخل الوطن وخارجه. نتمنى أن نلتقي ونحن وقد تجاوزنا مرحلة الحلم إلى مرحلة التنفيذ والأجراء. شكرا لكم. سي حسن، أستاذ حسن الشويري. في نهاية هذه الندوة إذن في نهاية هذه الندوة أريد أن أشكر كل الفعاليات المدنية المساهمة في إخراج هذه الندوة إلى حيز الوجود. أختم بعبارة أخيرة، وهي أن اللغة بصفة عامة هي أداة من أدوات الإنتاج، وبالتالي علينا أن نهتم بهذه الأداة وأن نكون أذكياء. فإذا أردنا بطبيعة الحال أن ننفتح على معارف أخرى، فعلينا أن ننفتح على اللغات التي تنتج بها العلوم بطبيعة الحال، وأن ننكب كذلك على ترجمة العلوم، وما أكثر العلوم التي تنتج الآن باللغة الإنجليزية. شكرا لكم. شكرا مجددا دكتور فؤاد بوعلي عن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية. شكرا للأستاذ حسن شويري. كذلك نشكر المرصد المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، ونجدد شكرنا لجمعية الأجيال الصاعدة. إلى هذا الحين أقول لكم نستودعكم في الله، كما قال الدكتور فؤاد، نلتقي في احتفال آخر ونكون قد حققنا الحلم. إلى اللقاء.